السلام عليكم. ديت بقى اللي بيقولوا عليها صينية البطاطس بالبيض اللي لا يعلى عليها. يعني لو دقتيها وجربتيها هتعتمديها عندك لان طعمها خطير جدا جدا جدا، وكل مكوناتها موجودة عندك في البيت، يعني سهلة وبسيطة وعلى قد الجد خالص. متنسيش تعملي اعجاب للفيديو عشان يوصل لكل حبايبنا بإذن الله. هنسمي بسم الله ونخش في الفيديو على طول. اول حاجة جبت صينية او طاسة اي حاجة عندك، ونزلت كده بتلات او 4 معالق من الزيت كبار. تمام. جبت بالظبط كده بصلاية تكون وسط وفرمتها ناعم جدا. هقلب البصل، واول ما البصل يدبل معايا بالشكل ده كده حضرت معايا كده قرنين او حبايتين من الفلفل الرومي. لو عندك فلفل الوان قطعهم مكعبات بالشكل ده، وقرن فلفل سبايسي. تمام. هقلب واول ما البصلة بتاعتي كده تدبل كويس وتصفر وتاخد اللون الذهبي الكويس ده. تمام. عندي 4 حبايات من الطماطم يكونوا كبار وقطعتهم مكعبات بالشكل ده. هقلب وهنزل كده بمعلقتين كبار من المية، هسيبهم يتسبكوا كويس. وبعد ما يتسبكوا عندي كده 3 حبايات وسط من البطاطس قطعتهم مكعبات وغسلتهم كويس جدا وحمرتهم بالشكل ده. نزلت بالملح المظبوط، نص معلقة صغيرة كده من الفلفل الاسود، ونص معلقة كده من الكزبرة الناعمة، ونص معلقة كده من الكمون. هقلب كل المكونات كويس جدا عشان كله كده يختلط كده مع بعض. بعد ما قلبتهم كويس جدا هبتدي ان انا كده اظبطها كده بالمعلقة كده من فوق. عندي كده 3 حبايات كده من البيض. تمام. نزلت بيهم كده برشة ملح صغيرة كده، وهضربهم كده بالشوكة كويس جدا. بعد ما ضربتهم كده بالشوكة هنزل بيهم كده وبعد ما نزلت بيهم بالشكل ده انا عايزة كل قطعة من فوق تكون فيها قطعة من البيض. تمام. هبتدي ان انا اظبطها كده بالمعلقة على قد ما اقدر، وهغطي عليها واسيبها كده على نار واطية. اوعي تعلي عليها النار عشان ما تتحرقش مني. وبعد ما استوت شايفين ما شاء الله حلوة جدا وطعمها خطير. جربيها وان شاء الله تطلع من ايدك زي العسل. وكمان ممكن تزودي اي جبنة انت بتحبيها وبتفضليها، ممكن تحطيها كده من فوق. شايفين ما شاء الله القطعة حلوة جدا جدا وعاملة زي البيتزا بالظبط. لو وصلت لحد هنا يا أما ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.